ناس ايوه واس ايوه واس ايوه واس هدوم العزة يا زباين. اخوات. طلقت مراتي بسبب مسلسل حق عرب. الموضوع بدأ لما كنا بنتفرج على المسلسل سوا، وكل حلقة أحمد العوضي يضرب له 2-3 على الريق، بالتحديد في مشهد الخناقة بتاع الكباريه. عمك عرب قام بالرجالة كلهم لوحده ورمى كام جملة من اللي هم ينفعوا مطلع شعر دول. بعدها في نفس اليوم نزلت أنا ومراتي نسهر في مكان لطيف، بس القعدة ما طلعتش لطيفة. دخلت الحمام، طلعت لقيت واحد بيعطف ويلطف مع مراتي، ولما شافني قاعد معاها قام خد بعضه ومشي، ورمى كلمة أقل مني اللي هو أنت ممكن تتجوزي أحسن من ده. الدم سخن في عروقي وانا لسه شايف عمك عرب قايم بكتيبه، قمت مديله بس فداني. وصلت البيت اتخانقت انا ومراتي بسبب اللي حصل. بعدها مراتي كانت قاعده في البيت بتكمل مسلسل حق عرب، وعلى حظي الاسود كانت الحلقه اللي عرب بيتضرب فيها من رجاله عبد ربه، بس في نفس الوقت واقف زي الاسد ما تهزش، لا وبيدافع عن امه كمان. ومش بس كده، ده لما طلعوا على الاسم بعدها رفض يتهم اللي ضربوه عشان يجيب حقه بدراعه. رجوله يا عم عرب. المشكله بقى ان في نفس اليوم انا رجعت من الشغل وانا مهموم وتعبان، شديت مع مراتي بسبب حوار اهبل، لكن اساس المشكله كانت الضغط النفسي اللي انا فيه. فقررت اقعد مع مراتي كراجل ناضج اشتكي لها من الضغط اللي انا بمر بيه. Do not compare me to my father. I didn't compare. وفتحت في حاجات قديمه بقى من اول طفولتي وتربيتي وقسوه ابويا عليا وكلام فاضي كده. وانا بحكي لها حصل حاجه غريبه قوي، بكيت وعبرت عن مشاعري، ودي كانت اول مره ابكي قدامها واول مره اعبر عن مشاعري. دخلت نمت ومراتي كملت المسلسل، شافت عرب وهو مستحمل زي الاسد وما بينطقش، وافتكرتني وانا ببكي قدامها وكملت بقى. كانت اشرب بق ميه، وفي نفس الوقت جه مشهد خناقه عرب مع سعيد الجن وهو بيدافع عن حنان حبيبته وبيجيب حقها. لمحت نظره في عين مراتي اول مره اشوفها، نظره بتقول انها مستضعفاني، ان الحيطه اللي هي مسنوده عليها اتكسرت. قربت منها، حاولت احتويها، طلبت مني اطلقها وقالت لي جمله واحده: انا مش حاسه معاك بالامان. بس ومن اليوم ده قررت اني اتغير. جمعت رجاله وقعدنا قعده سريه وحكيت لهم اللي حصل. قلت لهم يا رجاله انا رجولتي مهدده. فالزويل المثقف بتاعنا لسه هيتفلسف ويسالني ايه هو مفهومك عن الرجوله، لكن رامي ابو العريف قام داخل على طول وجاب المفيد. قال لي انت غبي يالا حمار، رجولتك بتتحدد بقد ايه الناس بتهابك بتخافك وتقدرك. صورتك اللي ما بتتهزش قدام عين مراتك مهما حصل تبقى جبل، لما تقول لي عيطت قدامها فضفضت لها. من امتى احنا بنفضفض؟ احنا شيل مشاعرك، استحمل، خبي وحدة تحت السجاده. انما الزويل الفيلسوف ما عجبوش الكلام ورد على رامي قال له ولا انت مفهومك عن الرجوله مشوه يالا، والبهايم اللي زيك هم سبب في ان نسبه انتحار الرجاله قد 3-4 مرات الستات، وفي نفس الوقت نسبه اقبال الرجاله على الثيرابي والعلاج النفسي اقل من الستات، وده كله بسبب كتم المشاعر والمعايير الغير واقعيه اللي زيك والمجتمع حاططها للرجاله. الواد رضا اتدخل في الحوار وقال هي جت عليا نقول رايي انا كمان، وقام داخل براسه وقايل على فكره بقى كلام زويل صح، والدليل ايوه يا ترى ايه الدليل بقى يا رضا؟ قال لك الدليل ان بالرغم من زعوم الجنس الاخر انهم بيقبلوا الضعف من الرجاله ونفسهم جوازاتهم يتكلموا ويعبروا عن نفسهم اكتر، الا ان اغلب الرجاله بتتساب اول ما يظهروا ضعفهم. الموضوع كبر والرجاله سخنت. قمت ناهي الكلام بجمله واحده، قلت لهم يا رجاله كلام رامي ابو العريف مظبوط، انا محتاج اتغير ومحتاج اندم مراتي انها سابتني واتجوز واحده احلى منها وفي اسرع وقت. وهنا بدات رحله الكبرى جعفر العمدة. رامي قال لي سيب لي نفسك، قلت له انا متساب. خدني وبدا يفرجني على نموذج الراجل اللي بيطمح ليه كل ذكر. قال لي هي دي رؤيه الناس للذكوره، الراجل هو الحامي، هو اللي بيصلح وهو اللي بيتعامل. وخلي بالك هي دي نفسها هي توقعات الرجاله عن نفسهم اللي لو ما حققوهاش يحس ان رجولتهم ناقصه. شوف المعلم كبرى، شوف العمده جعفر العمدة، المشترك بينهم كلهم انهم عاملين لهم حساب، جسمهم جامد على الفرازه، مفيش دهن طالعه هنا ولا هنا، كل البنات بتموت فيهم بس هم ولا يفرق معاهم اي بيت، مش مهتمين، تقال بس غيرتهم على اللي تخصهم غشيمه، هامش مش توتو، ويتحكم في راته وهي مبسوطه انه بيتحكم فيها. الراجل الصح دايما صح، ما بيغلطش، عنيد، ولا بيعتذر ولا بيعترف بغلطته، ولو غلط وعك عادي يتسامح وتلتمس له العذر كمان. انما مراته لو غلطت تتحاسب. ذكي وناجح وطموح وغني بس الفلوس مش فارقاله، فاهم كل حاجه ومستقل بنفسه، مش همه اي حاجه وما بيخافش من حاجه.
وما تنساش انه بيصلي. عملت كل حاجه رامي قال لي عليها، لعبت ملاكمه عشان ابقى جامد، لعبت كروس فيت وظبطت جسمي، لميت بنات كتير حواليا بس ما عبرتش حد، عملت فلوس، كدمت مشاعري، خبيت حزني، بقيت الصبغ اللي كل ما تفتح فيلم ولا مسلسل على التلفزيون هتلاقيه. وبس كده يا معلم، جات لي الفرصه وقابلتها، زوجتي التانية اللي غيرت كل حاجه، وبدانا سلسله جديده من المشاكل. اتجوزنا 9 شهور وخلفنا، وبدات المشاكل لما طلبت تشتغل وانا وافقت. I don't want the money. غلطه ما يعملهاش ذكر الالفه، بس مش دي المشكله. فجاه طلبت مني اساعدها في حاجات واعمل حاجات ما بيعملهاش الذكر التلفزيوني النموذجي، وقالت لي ان لما كنت تعبانه هحتاجك تساعدني في البيت، عايزاني اكنس، اطبخ، اغسل، اكوي واجيب طلبات، عايزاني وانا راجع البيت اجيب معايا خضار وفاكهه. جعفر العمده عمره ما هيعمل كده، الكبرى عمره ما هيرجع البيت شايل بصلتين وبطيخه. الحاجات دي يعملها الرجاله العاديه اللي مش مسيطرين، مش انا. لحد ما حصل حاجه استدعت اني اعمل قعده رجاله سريه فورا. مراتي طلبت مني اعبر عن مشاعري، ومش بس كده، طلبت انها تتطلق مني انا بعد ما بقيت الراجل اللي اي بنت تتجنن لما تشوفه، واللي اي راجل بيطمح انه يبقاه. وقالت لي قبل ما تمشي وتسيبني انا عايزه راجل حقيقي. راجل حقيقي؟ انا يتقال لي راجل حقيقي؟ تشكر من الحرمش. انت عارف انا عملت ايه عشان ابقى راجل حقيقي؟ انا هوريك الراجل الحقيقي. فورا لميت الرجاله بسرعه وقلت لهم يا جماعه انا رجولتي اللي بنيتها مهدده. شرحت لهم اللي حصل، فحماده الهبيت بتاع الشله قال اوعى تسمع كلامها، هتقل في نظرها وهتقل في نظرنا وهتقل في نظر نفسك والمجتمع. قلت له ليه؟ قال لي يا زميلي في ممنوعات على الرجاله. تطلع ايه الممنوعات دي يا ترى؟ قال لي ممنوع تبكي، ممنوع تبان ضعيف قدام اي حد، ممنوع تعبر. سالته امال كرجاله المفروض نعمل ايه؟ قال لي تكتب، تتجاهل، تستحمل وتزق اليوم. قلت له ده لحد ما انتحر؟ قال لي لا، احنا كمعشر رجال ما بنعترفش بالمشاعر. المشاعر دي هي عيال السيس، تفتح التلفزيون هتلاقيه بيأكد كلامي. في ستيريوتايب نمشي عليه، مش هنفسي احنا ونألف مفهوم الرجوله من دماغنا. فزول المثقف اللي دايما مختلف معانا قام مسجل اعتراضه وقال غلط، كل كلامكم غلط. وخلي بالكم بقى من الحته اللي حدفها في وشي دي، قال لي انت سوما العاشق ارجل منك انت والكبرى وجعفر العمده بتاعك ده. الاوضه كلها سكتت وانا ما عرفتش انطق. قلت له انت بتقول ايه؟ قال لي سوما العاشق ارجل منك انت وجعفر العمده، لانه على الاقل عنده الشجاعه انه يعبر عن مشاعره وحبه واهتمامه للطرف الثاني، مش بيحشرها في الخلاط زي ما انتوا بتعملوا. ومراتك ما تزعلش مني، عندها حق، الست محتاجه راجل حقيقي يشيل معاها مسؤوليه البيت على ارض الواقع، يدفع الفواتير ويشيل خضار احسن من يشيل بيضات في الجيم. روحت البيت صالحت مراتي وقالت لي تعالى نتفرج على مسلسل. قلت لها يا ترى تحبي تشوفي مسلسل ايه؟ قالت لي لن اعيش في جلباب ابي. بس واتخانقنا. تقول لي اتخانقتوا ليه؟ يقول لك انا بكره الحاج عبد الغفور البرعي، الراجل ده كان المثل الاعلى لابويا وبسببه اتربينا كلنا غلط. فهدتني وقالت لي خلاص يا حبيبي ولا تزعل نفسك، بلاها المسلسل وننزل ناكل بره. وهنا كانت المصيبه الكبرى، كابوس اي راجل. واحنا قاعدين بنتكلم سالتني عن علاقاتي السابقه، وكبات بوي صايع متعلم على يد المعلم كبرى وجعفر العمده كان ليه علاقات كتير، ما انا جامد بقى وبتاع. فقالت لي بصراحه انا كبنت حاسه بالاهانه للبنات دي، بس انا حاسه باهانه اكبر ناحيتك انت، لانك صعبان عليا. علشان على قد ما انت فخور برجولتك وجمدانك، احب اقول لك ان احنا كبنات بنحب نراضيك. قلت لها مفيش الكلام ده، انا متاكد اني ما بجليش. روحنا اتخانقنا، طلع سكه ودغري انا راجل البيت وبقول لك يا بيتك يا شغلك، انا هنزل قهوه وعلى ما ارجع تكوني قررتي هتعملي ايه، واعرفي ان انا مش الراجل اللي هيقعد يغسلك المواعين ولا ياكل عيالك، انا راجل مشغول وعندي شغل ومسؤوليات مهمه، البيت ده مسؤوليتك انت. الدنيا ولعت بينا، فلميت الرجاله وقعدنا قعدتنا، قعده الرجال السريه. حكيت لهم اللي حصل، وقبل ما اكمل اتدخل سليم، وده الوحيد فينا اللي مستقر في جوازه، ربنا يحفظ سره، وقال لي عادي انك تغسل المواعين وتعمل اكل عيالك ولمراتك كمان، ده الجزء الحقيقي بتاع الرجوله اللي مش هتلاقيه على التلفزيون. وعادي جدا كمان انك تعبر لها عن مشاعرك، بالذات ان هي اللي طلبت منك، يعني عايزه تتواصل معاك. وفجاه دخل عبد الكريم وقام مزعق وقايل ايوه بقى عندهم حق، كفايه تظاهر، بصراحه بقى احنا تعبانين مجهدين حزانه متألمين بنداري مشاعرنا لحد ما قربنا ننفجر، انا تعبت وعايز اقول ان انا تعبت. طبعا عم فاهم سكتش على الهبل اللي بيحصل ده، وتدخل وقال يا جماعه اي مشاعر تساوي ضعف، افهموا بقى الهويه الذكوريه بتمنعك تعبر عن نفسك. احنا كرجاله كل واحد فينا وحيد مع نفسه، يتعامل مع نفسه لوحده، لكن من امتى واحنا بنتكلم في المشاعر والشغل ده؟ احنا ننزل حجز كوره يلمنا يا ندفن مشكلنا في القهوه، في ايه؟ نخيب ولا ايه؟
زويل المثقف ما سكتلوش وقام داخل ناهي القعده بكلمتين. قال لي شوف يا ابني، النموذج المشوه للرجوله اللي بيتكلموا عنه هو مجرد عذر عشان يشيل المسؤوليات الحقيقيه. مسؤوليتك ودورك الحقيقي الواقعي مش دورك كسوبرمان بيحاول ينقذ العالم، انما دورك العادي بتاع المسؤوليات الممله في بيتك كشريك وسط اصحابك وعيلتك. ودي بنفس اهميه المسؤوليات العظيمه اللي كلنا كرجاله عندنا شعور اننا لازم نحققها في يوم من الايام، ونضحي بنفسنا لهدف عظيم اسمى من كل المسؤوليات التافهه دي. ولو انت تعبان مجهد مضغوط، عادي انك تقول وتريح. وعلى راي الفنان وينجي، تعبان ما تريح، تعبان ما تريح يا روح امك. روحت ما لقيتش مراتي في البيت، ولقيت انها رفع عليا قضيه خلع. رحت لها لحد بيتها، قلت لها انا عايز اكمل معاك، ارجع البيت معايا الطلبات، نشوف مسلسل ونطلب دليفري، اساعدك في المطبخ، اشيل بلاوي عيالنا، اوصلهم المدرسه واجيبهم للدرس، اصلح اللي هتبوظيه في البيت وبعدها اجيب حد فاهم يصلحه، امسح الحمام ورايا والم زبالتي. انا عايز اعيش معاكي كل المسؤوليات العاديه الممله، الحياه الحقيقيه. بعد الخطاب ده لقيتها ردت عليا رد غريب قوي. قالت لي انت عارف ايه اكتر مسلسل بحبه؟ ما فهمتش السؤال بصراحه، بس قلت لها ايه؟ قالت لي فريندز. حسيت اننا بعاد قوي من حق عرب وجعفر العمده والحاج عبد الغفور البرعي لفريندز، بس سالتها اشمعنى؟ قالت لي عشان حقيقيين زينا شبهنا، بيفشلوا ويحبطوا ويتحرجوا ويترفضوا ويومياتهم ممله ويتضربوا ويتهانوا وينجحوا ويفرحوا ويغلطوا ويعيوا ويمرضوا ويبوظوا الدنيا ويرجعوا يحاولوا يصلحوها تاني فتبوظ اكتر، وهكذا. ولا هم جامدين ولا محصلوش ومحققين انجازات خرافيه، ولا الناس بتعمل لهم اعتبار اساسا، ولا في حد محترمهم، ولا هم مقفلين الدنيا باللي فيها. وعشان كده انا بحبهم. كلام مراتي خلاني افكر في سؤال حيرني شويه. طب ليه احنا بنحب نشوف مسلسلات بتقدم نموذج غير واقعي للرجاله؟ ليه الحاجات دي اصلا بتنجح؟ من اول عبد الغفور البرعي لحد جعفر العمده وحق عرب. ولقيت الاجابه هي ان بالرغم ان المسلسلات دي بتفصلنا عن الحاجات البسيطه العاديه والحياه الحقيقيه والحلوه في نفس الوقت، الا ان هي بتعيشنا احلامنا، بتعيشنا نوع الحياه اللي نفسنا كرجاله نعيشها او بنطمح ليها، برغم انها غير واقعيه وبتحط لنا معايير مش منطقيه وبتحط علينا ضغط الزياده لما تفرض ان ده هو ده نوع الراجل اللي انت يا كحيان يا هفا المفروض توصل له وتحققه عشان المجتمع يعترف بيك كراجل. بس في نفس الوقت فرجتنا ليها بتدينا شعور خيالي، او خلينا اقول شعور وهمي، وتعيشنا الحاله بتاعت البطل. من الاخر كده احنا بنشوف فيها نفسنا اللي مش عارفين نحققها على ارض الواقع. فممكن تلاقي واحد لما يتابع النوعيه دي يبدا يحس نفسه انه وقت خطر وعامل قلق، ويبدا يتبنى الشخصيه دي او الحاله دي، لانه مش حاسس على ارض الواقع انه متقدر، او ان الناس بتحترمه وبتعمل له حساب وتعجب بيه زي ما بيحصل في الشاشه اللي هو شايفها. والكلام ده ما ينطبقش بس على المسلسلات والافلام العربي، حتى الاجنبي عندهم نفس المنظور بتاع الرجوله والفضاء العظيمه اللي بيحملها الراجل. ومثال على ده افلام السوبر هيروز زي سوبرمان وباتمان وايرون مان، او حتى افلام زي جيمس بوند وجون ويك، كلها افلام بينجذب ليها الرجاله. وفي كل فيلم من دول هتلاقي البطل كل واحد فيهم محتاج يضحي بنفسه او بهويته وحياته وسعادته عشان يحقق هدف اسمى واكبر بكتير من انه يكون راجل عادي بيخرج كيس الزباله معاه وهو نازل وبيساعد مراته في البيت. اخر حاجه حابب انهي بيها الحلقه النهارده هي مقوله للكاتب جورج أورويل، بيقول فيها: ربما لم يرغب المرء في الحب بقدر رغبته في ان يفهمه احد. والرجاله على حجم الضغط اللي بيمروا بيه ومش بيعبروا عنه محتاجين حد يفهمهم، ومجرد تقدير مجهودهم وتعبهم يخليهم يحركوا جبال.